السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله جمعت لكم فيه مجموعة من الأكلات اللي ممكن ناخد منها أفكار لآخر الشهر. أفكار كلها للغدا بدون لحوم، إن شاء الله تكون مناسبة لميزانية آخر الشهر. يعني لو انتي عايزة تقضي كام يوم كده في آخر الشهر من غير لحوم، فأنا هديكي النهاردة مجموعة من الأفكار إن شاء الله يكون فيها إفادة لحضراتكم. بس حابة الأول أقول لكل الأمارات اللي أول مرة بيفتحوا الفيديو بتاعي، لو أنتِ أول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو، أتمنى منِّك إنِّك تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعّلي الجرس على الكل علشان يوصلِك كل فيديو جديد أنا باقدّمه. النهارده إن شاء الله منيو لأكلات بدون لحوم مناسبة جدًا، جدًا لآخر الشهر. يالّا بينا نشوف أول فكرة، وهي شوربة العدس. طبعًا العدس الأصفر بيبقى من الحاجات اللي هي مهمة جدًا في الشتا، لإن إحنا بنعمل منه شوربة عدس لإنها بتدفي جدًا في أيام البرد دي، فأنتِ ممكن تعمليها وتعملي جنبها بطاطس محمرة، وتعملي كمان معاها تحطي معاها مخلل، والعيش بالنسبة للعيش تحطي معاها العيش البلدي العادي. واحنا مش محتاجين اكتر من كوبايه من العدس الاصفر، ومعاها بصلايه، ومعاها جزرايه، معاها فصين من الثوم، وهتشوحي ده كله وتبداي انك انتي تسويه وتعملي احلى شوربه عدس. وتاني الفكره معايا، وهي المسقعه مع الرز الابيض او رز حبايه وحبايه زي ما انت عايزه. طبعا المسقعه، طبعا البتنجان سعره كويس في السوق، وممكن كمان لو عندك فلفلتين، وطبعا الطماطم موجوده عندك في التلاجة، وهتعملي احلى مسقعه. ودي كانت الفكره التانية. الفكره التالتة، وهي مناسبه جدا الايام اللي احنا فيها بقى، لان هي انت هتعملي محشي، اي نوع من انواع المحشي. لو عايزه تعملي كرنب، محشي كرنب ماشي. لو انت محشي الكرنب ده، الكرنبه ب25 جنيه، انت ممكن ال25 جنيه دول ممكن تجيبي بيهم لو جبتي اي خضار ينفع محشي، فلفل، كوسه، بتنجان من الطويل، هيعمل لك احلى حله محشي. وهتعملي جنبه مثلا بطاطس محمره، هتعملي معاه تحطي جنبه مخلل. انت كده مشيتي الدنيا ويوم. وكمان المحشي على العموم هو بيدفي جدا جدا في البرد، فانا بفضل محشي الكرنب بصراحه لانه منجز جدا. الفكره اللي بعد كده، وهي فطير الطاسه. فطير الطاسه عملته معاكم على القناه، من اسهل الوصفات الاقتصاديه اللي انت ممكن تمشي بيها الدنيا. يعني في يوم كده عايزين نتغدى مثلا، هنعمل فطير النهارده، فهتقومي تاخدي كده كيلو من الدقيق ب20 جنيه، هيعمل لك مجموعة من الفطير حلوة جدا تكفي الأسرة 4 أو 5 أفراد. الفطير ده أحلى حاجة فيه إن هو عمايله سهلة، مش هيكلفك غاز ولا حاجة. انتي مش هتعمليه، مش هتشغلي الفرن أصلا، انتي هتعمليه فوق البوتاجاز على العين من فوق. وكمان هينفع يتاكل بيه الحلو والحادق. ممكن تحطي مثلا عسل اسود معاه، عايزه تحطي طحينه ماشي، ومش عايزه خلاص يبقى عسل اسود بس، ممكن تحطي اي نوع من انواع الجبن، فهو بيتاكل حلو وحادق. وانتي مش هتحتاجي في عمايله غير هو بس الاساس بتاعه هو الدقيق. وكمان انتي الزبده تبقى موجوده عندك، او حتى السمنه، تعمليه زي ما انتي عايزه، بسمنه او زبده الاتنين بينفعوا معاه. وهيطلع احلى فطير، وهو من الحاجات الاقتصاديه جدا بصراحه السهله. الفكرة اللي بعد كده، وهي طريقة عمل البيتزا في البيت. طبعًا ما فيش حد ما بيحبش البيتزا. البيتزا ممكن تتعمل باللحوم، ممكن من غير لحوم خالص. لو أنتِ مش عايزة تعمليها باللحوم، بما إن النهارده المنيو الاقتصادي اللي من غير لحوم، فإحنا ممكن نعملها بالجبن. أي جبنة عندِك، إن شاء الله حتى جبنة قريش، مع شوية مع فلفلتين كده هتقطعيهم شرايح، مع كام طماطماية هنمشّي بيهم الدنيا. وبرضه طبعًا الدقيق أساسي معانا في الوصفة. هتعملي أحلى بيتزا في البيت، وكده أنتِ مشيتِ الدنيا، وفي نفس الوقت عملتِ لهم حاجات هُم بيحبوها. مش لازم أبدًا عشان أعمل بيتزا لازم أجيب جبنة موتزاريلا أو جبنة رومي، لأ مش لازم خالص، وهتطلع أحلى بيتزا. الفكرة اللي بعد كده، وهي طريقة عمل الكشري المصري أو الكشري بتاع الحلة الواحدة. ممكن تعمليه بكل سهولة في حلة واحدة وهيبقى جميل جدًا. وأنا برضه عملته معاكم قبل كده في قناتي القديمة، وإن شاء الله هاعمله معاكم في قناتي دي بإذن الله. الكشري من الحاجات السهلة جدًا، ما فيش أي حد فينا لو فتحتِ الدولاب الخميس بتاعِك كده، هتلاقي شوية مكرونة، شوية شعرية، مع شوية من الرز، والطماطميتين كده هنعملهم صلصة. وكمان هنعمل أحلى دقة وبصلتين هنحمّرهم في الزيت. كده أنا عملت وصفة من الأكلات الحلوة اللي الناس كلها بتحبها، وهتتعمل من بواقي الخزين اللي موجودة عندِك في بيتِك. الفكرة اللي بعد كده بقى، وهي فكرة أكلات شعبية. يعني إحنا هنعمل سلطة بابا غنوج برضه من البتنجان، بس إحنا مش هنقليه بقى، إحنا هنشويه.
وهناخده ونعمل له بقى سلطة طحينة كده ونحط عليه فلفل وشوية خضرة. عملنا أحلى طبق بابا غنوج. هنعمل معاه إيه؟ هنعمل معاه فول وفلافل. يعني مش لازم نقول الفول والفلافل هما الفطار بس، لا احنا ممكن نعملهم يوم كده على الغدا. بس هنظبط بقى الفلافل كده بشكل كويس، نعملها في البيت برضو بتبقى احسن بكتير من بتاعه بره. وهنحط مثلا عليها سمسم كده، نعمل فيها شويه حركات. وكمان الفول ممكن تعمليه مثلا بالبصل والطماطم، او ممكن تعمليه بالطحينه، يعني غيري فيه كده شويه. وهتحطي كل الاكلات مع بعضها، كل الأطباق مع بعضها، وهتدّيكِ في الآخر أكلة شعبية حلوة جدًا. ممكن نقضّي بيها يوم وكده خلاص أنا مشّيت الدنيا. لحد هنا خلاص، هي دي الأفكار اللي كنت عايزة أقول لكم عليها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو بفكرة واحدة بس. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.